بفضل الله النهاردة هنوريكم غرفة نوم مميزة جدا فيها استخدامات عملية. أهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتتابعونا لنهاية الفيديو عشان مقدمين مجموعة النهاردة أساس منزلي مميزة جدا. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنوريكم تشكيلة غرف مميزة مش هتشوفوها في أي حتة إلا في معرض سمير الشناوي في دمياط. زي ما انتوا شايفين غرفة النوم دي معاها قطع زيادة، خليكم معانا وهنوريكم التفاصيل اللي معمولة في الدولاب المميز. زي ما انتوا شايفين الدولاب بتاعنا التقسيمة بتاعته مميزة جدا، نظام ضرف على ضرفتين جرار مع القاعدة اللي كلها ادراج من تحت. خليكم معانا عشان الأوضة دي فيها مميزات مش هتشوفوها في أي حتة إن شاء الله إلا في معرض سمير الشناوي. وزي ما انتوا شايفين القشرة بتاعتها قشرة طبيعية، الألوان بتاعتها كلها دوكو فرن مطعمة بالاستانلس مع القشرة، حاجة بسم الله ما شاء الله. القعدة بتاعت الدولاب دي ما يقدرش يشتلها اتنين، يعني قعدة بسم الله ما شاء الله، يعني مميزة جدا. اللي يجي يشوفها على الطبيعة حاجة يعني موديل مش هيتكرر تاني، عشان احنا أول مرة نعمله. حابة أنا نوريه لكم وتقولوا لنا رأيكم. زي ما انتوا شايفين القشرة بتاعتها أرو، قشرة حاجة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا الشغل القشرة اللي بيبقى ملزوق من جوه افضل من الشغل اللي بيبقى مدهون. يعني في ناس بيعمل الشغل يقول لك عمولة ويرشوا القلب من جوه، ده عشان بيوفر القشرة اللي احنا بنوريها لكم من الداخل دي بيوفرها. انما هو الافضل زي ما انتوا شايفين ان هو يلزق الدولاب قشرة من بره ومن جوه. وزي ما انتوا شايفين الادراج زي ما انا بفتح كده، كل دي زان. الاساسيات بتاعته الاوضه كلها خشب زان، قشره ارو، القشره الخارجيه قشره افريقي، حاجه بسم الله ما شاء الله. الشماعه بتاعتها شماعه مختلفه زي ما انتوا شايفين جنب الدولاب، شماعه مختلفه. التشطيبات بتاعتها يعني بسم الله ما شاء الله، اللي عاوز اوضه مميزه ما يشوفهاش في اي حته، الغرفه دي من الغرف المميزه جدا. زي ما انتوا شايفين القعدة بتاعتها فيها لفة كده، والقشرة بتاعتها جاية مع الادراج، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله مميزة جدا. ده انا بحاول اظهر لكم بس الامكانيات بتاعتها. لسه هنوريكم السرير والتسريحة والشماعة بتاعتها، وهنوريكم موديلات تانية كتير. اهم حاجة تدعمونا بالاشتراك وتصلوا بينا على النبي، عشان احنا بنحاول نوريكم حاجات مميزة مش حاجات تقليدية، وبنحاول نوضح لكم التفاصيل. يعني لو بنطول عليكم في الفيديو عشان نوضح لكم التفاصيل ونعرفكم الفرق بين المستويات في الخامة وفي الشغل. ده تقسيمة الدولاب من جوه، الضرفتين الجرار بيبقى نظام قشرة، حاجة بسم الله ما شاء الله، أواشيت زان. القلب من جوه معمول قشرة مش مدهون. انا بركز في النقطة دي عشان اغلبية الشغل اللي بيتعرض في الشغل العمولة يدهنوا القلب بتاعه من جوه، بيبقى كونتر ومدهون، هو بيبقى جاهز. ودي الشماعة بتاعتها زي ما انتوا شايفين ملزوقة نفس القشرة، ومعمول فيها برضو التقسيمة بتاعتها، وفيها درج من تحت اخدة من نفس شكل الغرفة. طبعا الزان زي ما انتوا شايفين حاجة محملة، يعني مش حاجة زان رفيع، لا زان بوصة، ده بنسميه زان بوصة. يعني أعرض حاجة في الخشب الزان، ويبقى خشب زان أحمر زي ما انتوا شايفين. والدولاب بتاعها هنوريكم برضو الكومودينو بتاعها، عاملين فيه إضاءة ليد أبليك مميز جدا. ممكن أنا ما هطفيه هوريلكم الشكل بتاعه، يعني منقيين حاجة قيمة. وزي ما انتوا شايفين الدرج ليه ظهر واخد نفس الدوران بتاع القعدة، والدرج الخشب الزان المحمل زي ما انتوا شايفين. ركزوا في النقط دي، سيبك بقى من تنجيد الدرج والكلام من ده، انا بنركز على الاساسيات بتاعة الشغل اللي انا بوضحها لكم النهارده. الكومودينو التاني جنبها، الأوضة طبعا عاوزة تتفرش في مساحة حلوة تبان أكتر. طبعا السرير مطعم بالاستانلس زي ما انتوا شايفين، واللي قبليك برضو هو مطفي شكله شياكة عامل زي الأكريليك، وإضاءة ليد، حاجة مميزة مش حاجة يعني إيه. كل التفاصيل في الغرفة إحنا مهتمين بها. القشرة بتاعتها برضو شوف الدورانات
خدوا بالكم من الدورانات دي، طبعا الدورانات دي بتاخد مصنعية اكتر من الشغل العدل، ده اساسي يعني. طبعا تنجيد السرير ما حبيناش نعمل كيرمة، حبينا نعمل نظام شغل كمبيوتر في التنجيد، ده بيدي شكل افخم واحسن. الاتنين كومودينو، معاها قطعة الشوفونيرة اللي واقفة جنبها دي برضو اخدة من شكل الكومودينو، بس عاملينها ارفف، حاجة يعني مش تقليدية. برضو احنا بنحاول الغرفة دي معاها قطع زيادة في الشغل، وعاملين فيها تقسيم مميز. فيا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وتصلوا بينا على النبي، وتدعمونا بالاشتراك، عشان احنا بنحاول نوريكم احدث الموديلات بفضل الله يعني. دي التسريحة بتاعتها، وكرسي التسريحة برضو احنا عاملينه مش يعني تقليدي خالص، شبه الكومودينو بس عاملينه متنجد من فوق وفي درج. فكل الحاجات دي طبعا تفاصيل بتزود في الميزة بتاعت الشغل والتفاصيل بتاعتها، وتبقى الأوضة مش تقليدية خالص، وأوضة فيها استخدامات عملية. والتسريحة بتاعتها تسريحة بسم الله ما شاء الله كبيرة. فالأوضة دي اللي عاوز يفرش أوضة في مساحة بتفاصيل مميزة، الأوضة ده رشحها له. وبفضل الله الحمد لله إن احنا ما عندناش على الصفحة بتاعتنا أي موديل إلا مستوى أول، بس كل موديل بيختلف في التفاصيل بتاعته. يعني في موديل بيبقى بسيط، في موديل فيه شغل. ففي ناس بتحب الشغل اللي زي ده، فاحنا بنوريه لكم. في ناس بتحب الشغل السادة خالص، موجود كل حاجة ان شاء الله موجودة في معرض سمير الشناوي في دمياط. ودي الغرفة بعد ما احنا كملناها لكم، يعني غرفة فيها 2 كومودين، وفيها شماعة مميزة، وفيها شوفانيرة مميزة، فيها الدولاب العملاق ده، انا هسميه الدولاب العملاق، اللي هو استخداماته يعتبر دولاب ونص في المساحة وفي التشطيب في كل حاجة. ودي غرفة نوم بقى، احنا رحنا المستوى تاني بقى، مش مستوى وحش يعني، ده مستوى موديل تاني، يعني ذوق تاني، ده انا اللي اقصده. انما نفس الخامة ونفس الشغل ونفس كل حاجة، بس ده ذوق وده ذوق. زي ما انتوا شايفين، ده الدولاب برضو في قاعدة الادراج من تحت، ونفس التخانات بتاعت الخشب وتطعيم الاستانلس والدهان الدوكو الفرن. ده ذوق وده ذوق، اللي هيجي يبص لده ويبص لده، في ناس بتحب ده جدا وفي ناس بتحب ده جدا. تمام. التقسيمة برضو بتاعتها مميزة، وكل الشغل ده ان شاء الله اللي بيحب يشرفنا ويجيب 10 نجارين. اصل انتوا بتثقوا في النجارين قوي، المفروض تثقوا في صاحب المعرض عشان هو بيخاف على سمعته. انما في ناس بتحب تجيب النجارين معاه، تجيبوا، انا بقى بقول تجيبوا 10 مش تجيبوا واحد، تجيبوا 10 وانتوا جايين يشوف الشغل وانتوا تقرروا. انا مش هقول بقى النجار بيعمل ايه، يعني ساعات في نجار بيبقى عارف معارض بيحب يودي فيها كده، بس كل الناس خير وبركة. شكرا.